السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يعني انا بقول لكم، يعني اللي بيكتب لي وبيقول لي انت كلامك صح، انت ما بتغلطيش في كلمة، الله يبارك له. هو فاهم انا بقول ايه، فاهم انا بقول ايه، فاهم هتعملها تاني. ان انا قبل ما بتكلم بكون واخدة خبرات من الناس ومن الزمن، من اللي بقوله. انا ما بقولش اي حاجة. انا دلوقتي كل اللي بشوفه في النت ان مرات الزوج تضرب الحما، مرات الزوج بتعذب العيال الاطفال اللي وياها ولاده، مرات الزوج بتهين الراجل وحماها. هي دي الدنيا، هو ده اللي المفروض ان احنا نطلع نمثله، وده المفروض ان احنا نطلع قدام الناس نوري ان الام تتهزق. ده اللي احنا نقدر نعمل عليه دلوقتي، ده اللي نقدر نعمل ان اطفال مثلا يكونوا متجردين كده، تيجي مرات الاب تعذبهم ليه؟ يا مام ذنبهم ايه؟ حتى لو تمثيل، حتى لو تمثيل، ما ذنبهمش حاجه. الطفل مالوش ان يتعذب مع مرات اب، ولا مع جوز ام، ولا مع ابوه. في ابهات بتعذب على فكره، في ابهات بتعذب الصبيان وتضربهم وتربطهم في السقف في البتاع ده، في المنجف، وتضربهم بجلده وبتعمل، بيبقوا مجرمين. ما بقولش لا، بس صدقني والله العظيم ثلاثه. لو مسكت كده الطفل اللي هو القليل الادب الصايع، بجيب لك السافل اهو، اللي هم ايه يعني، السافل بقى، يعني انتوا فاهمين السافل، العيل السافل. تعالى جنبي كده، خد 10 جنيه. ايه ده؟ انت اول مره تعمل كده فيا يا ابويا؟ يا عم خد، عايز ايه؟ تجيب ايه؟ كيس بوز بقى وكنز ومش عارفه ايه، كمل وهاتهم وتعالى جنبي. طب جرب، كل واحد عنده عيل سافل، جرب الحته دي. في ايه؟ تعالى، انت ايه اللي بيزعلك من الدنيا؟ وايه اللي بيخليك تتنرفز؟ وايه اللي خليك تبقى مثلا تصيع ما تسمعش كلامنا والكلام السافل ده؟ انا بتكلم الفئه اللي هي يعني الهادي، ربنا يهديها. فالعيل يقول له لا مش عارفه ابويا، ده امي ضربتني، ده مش عارفه انت عملت لي ايه. طب ايه رايك يا عم، تعالى نعمل صفحه جديده كده ونشوف احنا شكلنا ايه. لقينا كويسين مشينا وبقينا كويسين، وحشين ارجع زي ما انت. والله العظيم 3 هتكسب عيلك، بس مش من مرة ولا 2 ولا 3. تيأس. هو انت نافع؟ هو انت بقى في حد زيك؟ شغورة بقولها يمكن تنفع، عمرك ما هيجي منك. طب ما هو لازم يبقى صايع، ولازم سافل، ولازم حيوان، ما تاخده بالطبطبة. تعالوا بقى شوفوا المدارس الأجنبية اللي فيها الأطفال العادية، بلاش الأجنبية، اللي هي الخاصة العادية. الطفل حتى ما يديلفش قلم، الطفل حتى ما يتهنش، بس الطفل بقى حتى لما ياخد مصروف ياخد مصروف كبير. هتقولي ما اهله غناي، انا بقول لك والله ما بالفلوس، مش بالفلوس، بال بالمعامله الحسنى، بالشياكه، بالصلاه، بالادب، بالصيام. انا بشوف شباب 14 و15 سنه ماسكين سجاره بالمقلوب، ما اعرفش قاعدين يشربوا عادي جدا في السكه وقدام الناس، وفي عادي في رمضان. يعني حقه كده، ليك عنده حاجه؟ ده هو اللي مظلوم مش ظالم. هتقول له اسكت يا ظالم، اقول لك لا، هو مش ظالم، ده هو المظلوم على فكره. الزمن ظلمه، والامه ما كانش في 5 سنين بتعلمه انك لا صوم، لا صلي، امشي على الجامع، لا ده ندن اهو. طب لسه الاقامه، طب اقعد على بابه لما تيجي الاقامه، خش الجامع اقرا لي صفحه واحده، هديك كل على كل صفحه 5 جنيه. العيل هيعمل ايه؟ هيقرا القران كله. انا بتكلم الفئه البسيطه، مش بسيطه فلوس، بسيطه عقل. كلنا معنا فلوس، وكلنا بناكل، كلنا بنشرب، وكلنا اللي احنا عايزينه بنجيبه. احنا بنتكلم الفئه ال- مش عارفه اقول ايه، بس يعني الهاديه شويه، الغلابه اللي احسن مننا كمان، والله احسن مننا. بيكون ربنا سبحانه وتعالى
يعني انا هقول لك، يعني انت لو انت مسافر و... وجايب جايب بقى، ده الغني بقى جايب هدوم وجايب في السفر، هو جاي بتعمل ايه؟ بتقف في بتاع دي، في اللي هم بيشوفوا الهدوم ويشوفوا الحاجه ويعملوا الورق ويعملوا مش عارف إيه. انت جايب حاجات كتير، بتقعد بتاع ساعتين 3 4 على ما يشوفوا لك ورقك وحاجتك. الغلبان جايب ايه؟ قميص وبنطلون وغير تحتاني، يمكن حتى فستان عيلة وجاي. ده هياخد قد ايه؟ ولا دقيقتين على في الطيارة دي، ولا انا ما اعرفش الحاجات دي، بس بسمع كده. بياخدش، عارف ليه؟ لان وزنه خفيف. هو عند الله نفس الكلام، اما يجي يموت ما عندوش حاجة ان هو هيتحاسب عليها، لا معاه فلوس هيتحاسب عليها، ولا مش هيتحاسب على حاجات بسيطة الله هو اللي عارفها. لكن الغني لو جت على راسي مرة تانية، الله في سما لقوم اكلك. الغني يعمل ايه؟ هيقف وهيتحاسب كتير قوي. ليه؟ لانه معاه في البنك، معاه في البيت، معاه. انا ما بحسدش حد على فكره، لا 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 لا. اللي انا بقوله انه والنبي ناكل الغلابه والنبي. يعني مثلا انت في حته شايف عيل غلبان، طب ما تاخده مثلا تذاكر له، بلاش ودي مدرسه، مش عايزه مدرسه. خد يا انت بتعمل ايه؟ ببيع مثلا مناديل، ببيع ترمس، ببيع مش عارف. طب بعد ما تخلص هات كرastين وقلم وتعالى وفضي لي ذهنك من الدنيا دي كلها واقف جنبي. في الاخر لما تكبر شويه راح مقدم لك ثانوي او اعدادي. طب بالذمه مش هتاخد اجر؟ طب بالذمه ربنا مش هيرضيك ان انت نشأت طفل زي دوت؟ بس تطول بالك حتى عليه. الواد بيقول لك يا عم مش عارفه ايه، انا مش رايح له النهارده، روح وانده له انت. تعالى حبيبي خد الدرس، تعالى عشان تبقى ايه؟ تبقى زيي. شايف العربيه دي؟ هجيب لك زيها لما تكبر. مش بدل ما تمسك كيس مناديل ولا تمسك قرف، تبقى سايق العربيه شيك، ليك مقام في القعده اللي انت فيها، ليك مقام مع الرجاله اللي انت قاعد في وسطهم، مش قاعد كيس جوافه، لا انت قاعد بيه. ساعتها هيقول لك يا بيه يا عبيط. لو كل واحد في اي حته ياخد واحد يعمل فيه كده، يا ريت والله. مش هنلاقي صياع ابدا، مش هنلاقي عيال صياعه وعيال اللي عامله الطاقيه على ورا والسيجاره مش عارفه ايه ويجري على الكتاكت يدور على اي شغلانه فيها يعني انا مش بقول على الكتكوت حاجه، كنت دلوقتي هو توك ده ولا اسمه بيقولوا ايه، هو بيخدم ناس كتير، بس في فئه السفاله اقل، يعني السافل اعلى كمان. مش عارفه بعد السافل ايه بقى، حيوان مش عارفه ده ليه؟ لانهم ملقوش اهل تربيهم، ملقوش. الام عايزه فلوس، روح يا تركب توك توك وانت عندك 11 12 سنه، تموت لك حد، تدهس لك حد وماله، بس في الاخر هات لي فلوس. ماشي عايزه رجوليه، ما قالتش عايزه راجل، لان الراجل بيتربى بغالي قوي. الراجل بيتربى بغالي قوي. عارفين بيتربى بايه؟ بكتاب الله والجامع والام الناصحه، ينوبك ثوابي ربنا يبارك لك. لا تخليهم يبيعوا في مناديل في المتروهات، ولا يبقى مش عارفه يمسكوا شط وقرف وحاجات من دي ويبيعوها. انا بقعد سرحانه فيهم. ليه الولد ده داير بالليل كده الساعه 11 ماسك لي مش عارفه شويه طواقي ايه، شويه سبح؟ ليه انت تبقى كده؟ طب ما انت ممكن تبقى حاجه لنفسك. انا بكلم كل عيل، يعني لو شافوني مثلا على قهوه، شافوني يعني في الفيديوهات يعني على القهوه او في اي حته، يسمعوني. انا عايز اشوفكم زي الفل، عايز اشوفكم حاجه تانية، عايزين ننضف، عايزين نلبس جزمه جديده، هدمه جديده من شغلنا ومن شقانا. مش عايزك تمد ايدك لحد،
انا بتكلم بتوع المترو، الشباب اللي لما اشوفهم فيها الاقي شاب عنده بتاع 22 سنه ماسك لي مش عارفه كام شنطه بلاستيك وبيبيعها. ابص له من فوق لتحت الاقيه يعني شبشبه مقطوع وبنطلونه هو مش مستحمل، يعني مش نضيف كده. اقول له في عقلي ليه انت عامل في نفسك كده؟ ليه مضيع نفسك كده؟ ليه مضيعين نفسكم كده اللي بتوع المترو او في اي حته ان كانت الانواع اللي انا بقول عليها، مش بقول على الكل، انا بقول على انواع معينه. ليه انتم مبهدلين نفسكم كده؟ ليه ما تشوفوا الصنعه حلوه؟ ليه ما تشوفوا السفريه تشتغلوا فيها وربنا يصلح حالكم؟ ليه دايما نخلي نفسينا زباله؟ ليه اللي بيلم الكنز في الشارع منظره استغفر الله العظيم يا ربي، وشباب زي الفل والله شباب محترمه جدا زي الفل محترمه. انا ما اعرفش ان احترم عشان ما بكلمش الانواع دي، انا ما بكذبش، بس انا شايفاهم ان هم شباب زي الفل. ما اعرفش جواه ايه او نيات ايه، انا ما اعرفش نيتهم ايه او يعني شكلهم ايه، بس انا عايزه ارمي الكنز وارمي القرف ده. شوف لك صنعه، شوف لك شغلانه، شوف لك سوق بيع فيها الدورات بطاطس حاجه اكل وشرب، وقف وبيع واشتري وابقى معلم. ليه لا؟ ليه نقف نجيب مش عارفه مناجيل ونجيب شرابات ونجيب حاجات وشباب زي الفل؟ ليه كده؟ ليه انتوا نفسيكوا؟ وليه هون عليكم نفسيكوا؟ ليه يعني انت لما تقف في السوق تجيب شويه اي خضار او فاكهه مش هتكسب؟ والله هتكسب اكتر، والله هتكسب اكتر من اللي انت بتقول عليه، هتكسب منه اكتر. عارف ليه؟ لان شغله نظيفه. والله حتى لو جيت لبنتي، مش بنتي انا طبعا، لا، لو جيت لاي بنت وانت راجل محترم معلم اقول لك اتفضل اهلا وسهلا. عندي بنتي، اي واحده، مش بتكلم عن نفسي، انا ما عنديش بنات، انا ما عنديش بنات، انا ما عنديش الا بنات صغيره مش بتاع الجواز صغننه. لو انت جاي لبنتي وراجل معلم في السوق، والزمن بيمشي على فكره. كل الناس اللي كانت جايه دي من اي بلد ما جايه بسيطه، كنا نازلين مصر يشتغلوا بسيط، ناس بسيطه وربنا صلح حالهم وبقوا معلمين كبار قوي. ليه ما نعملش زيهم؟ ليه يا شباب كده؟ ليه نلبس الهدوم الوسخه، الهدوم اللي مش نظيفه، واللي كرتون في الشوارع؟ ليه كده؟ والله انا بستخسركم في الشغلانات دي. اقول يا ريتهم يشوفوا شغله حلوه، يا ريت اتنصح صح. اصحوا، ده ما بقاش منظر ولا مستوى. مستواك ايه في الكبر؟ لما تكبر شويه تبقى 30 40 سنه تمشي تلم، جبت 40 سنه وانت بتلم كرتون كده، ما شبابك راح. هتعمل ايه؟ هتتعلم ايه؟ ما خلاص يعني انت داخل في 50 وي خلاص انتهى. فانا بتكلم بقول ايه؟ بقول كل واحد يعني يا ريتهم يسمعوني. انا مستعده اتكلم معاكم كتير، دوروا على اي حاجه، يا ريت حتى تجيبوا كرتونتين برتقان او اي حاجه بتقف في اي حته في السوق هتبيعوهم باذن الله. لما يكون ربنا رايد بالرزق هتبيعوهم وتشتروا وتشتغلوا تكسبوا تنضفوا تتجوزوا تفتحوا بيوت. لكن اللي بيلم كرتون ده هيتجوز امتى ده؟ ولا اللي بيلم لي كنزايه من الشارع هيعمل ايه ده؟ في زباله يا زباله. السلام عليكم، انتوا ما تستاهلوش.